يا سرق قلبي يا بنت اللذينة، يا أحلى حتة في جسم البهيمة. بيني وبينك عشرة قديمة، يا زينة الجزارة ومالية الشوارع، يا رسمة وبسمة يا فردة كوارع. في أكلك يا حلوة معرفش عمي، ترتيبك الأول والباقي انتظار. وعجبي النهاردة هنعمل معاكم الكوارع. هقول لكم عن شوية أسرار كده. في ناس كتير ما بتحبش الكوارع، بس كده اقول لكم ان انتوا فايتكم حاجات كتير. اتفرجوا معايا على الفيديو وما تنسوش اللايك والشير عشان نستمر مع بعض. بس كالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا هنسأل سؤال. بيقول: ما هو اللفظ الذي جمع بين الإنس والجن في القرآن الكريم؟ اللي يعرف الإجابة يكتبها في الكومنتات. ويلا بينا ندخل على وصفتنا. في البداية معايا فردة كوارع، واحدة بقى أو اتنين زي ما انتوا تحبوا على حسب الكمية المتاحة. هغسلها كويس جدا بدقيق وملح وليمون وانقعها واغللها شوية مية حلوين كده، مش هضيف لها أي إضافات. هنزل بالكوارع واحدة ورا التانية. في ناس بتجيب الكوارع مخلية، ودي أذواق يا جماعة، أنا بحبها كده بعضمها بحالها. هضيف شريحتين من الليمون علشان برضو بيدي ريحة حلوة كده ويخلي لونها أبيض زيادة عن اللزوم. تمام. هتغلي غلوتين، هتلاقي فريم طلع على الوش كده. احنا مش هنشيل اي حاجة ولا هنعمل اي حاجة، لاننا هنكب المية دي اصلا وهنغسل الكوارع بمية. وفي حلة، في نفس الحلة بقى بعد ما غسلناها يا جماعة، معلقة من السمنة، وهننزل بالكوارع والسمنة سخنة كده، هنشوحها تشويح. وهنا بقى هنضيف لها شوية منكهات كده، ورق حبهان، وفصين مستكة، ورق لورا. وهنضيف كمان بصلاية متقطعة 4/4، بس مش هنفتحها للآخر يا جماعة عشان ما تتهريش معانا في الأول يعني على طول. هقلبها كام تقليبة كده، اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان تاخد الصدمة كلها. هي أصلا الحمد لله لما اتسلقت قفلت مسامها والدنيا زي الفل. وهي كده مش هتطلع ريم على الوش، وشربتها يا جماعة هتبقى ولا شوربة السي فود، وهتشوفوا حالا. شايفين دي لما غليت قسما بالله ما شلت منها اي ريم، يا دوبك شايفين حاجة بسيطة خالص. هنزل بالملح، قعدت على النار معايا 2.5 ساعات، هي كده استوت دخلت في السوا. بحب احط الطماطمية في الاخر قبل ما اقفل عليها، يا دوبك لسه ربع ساعة كده وهقفل. كده قفلت عليها النار، وشايفين بقى وهي دايبة دوب. انا حالا لما اجي اشيل واحدة هتفصل مني في الشوربة. وما تنسوش يا جماعة التشجيع وتجاوب على سؤال المسابقة، لان ان شاء الله كل اسبوع معايا مسابقة للتفاعل. لو انتوا قريبة مني هتاخدي الوجبة اللي انا قايلة عليها، لو بعيدة هحولك فلوسك فودافون كاش، يعني في اي مكان ادفعني. شايفين وهي بتفصل دايبة دوب يا جماعة قسما بالله. اللي ما كلش الكوارع او اللي ما بيحبهاش فايته كتير. هنا بقى ممكن تخليها تعملي طواجن ورق عنب بالكوارع. ممكن تعمليها طاجن بالصلصة عادي. ممكن تعمليها بالشوربة كده وتزودي عليها شوية ملح وفلفل وليمونة وتدي لها تحميرة حلوة كده في الفرن. يا سلام. شايفين الشوربة سي فود يا جماعة، والله سي فود. هننزل بقى يا جماعة بشوية زيت. انا هعمل الصلصة شوية زيت حلوين كده، وانزل عليهم ببصلاية متقطعة قطع صغيرة لما الزيت يقدح. وهنزل عليهم بنص راس توم متقشرة ومهروسة، وهديلها تشويحة كده لحد ما اشم ريحة التوم والبصل ولونهم يبدأ يصفر. هنزل عليهم بنص شفشق من الطماطم المعصورة والمتصفية يا جماعة. اتفقنا ان الطماطم بتتصفى لكل حاجة ما عدا المحشي ورز الصيادية اللي هو الأحمر. احط الملح بتاعي واظبطه، ربع معلقة من السكر عشان الحموضة، شوية فلفل، وبشرة من جوزة الطيب، حاجة بسيطة خالص. هنزل بحاجة برضو بسيطة من الكزبرة. هقلب تقليبة واسيب الكلام ده كله بقى يندمج مع بعضه كده، وتسمعوا الموسيقى كده وهو شغال كده بكبكة على على البوتاجاز. واجيب بقى الكوارع بعد ما خليتها من العظم، وانزل بيها في الطواجن اللي انا هعملها. ويا سلام بقى لو طاجن فخار. هنزل بالكوارع كلها. وهنا انا هعملها بالصلصة اللي احنا حضرناها مع بعض. هنزل فوق الكوارع بمعلقتين من الصلصة، وهزود عليها معلقتين من الشوربة، على اساس لما تدخل الفرن وتتسبك معايا ما تبقاش ناشفة قوي. حط كده قرنين فلفل اخضر او احمر زي ما تحبي، ولما تدخليها الفرن هتطلع معاكي بالمنظر ده. بصراحة
تحفة روعة. عايزين تعملوها في البيت اعملوها، عايزين تشتروها مني اشتروها. وبصراحة ده كان اوردر واحدة طالباه. شايفين جمال المحشي؟ والشوربة اللي ورا دي فيها قطع متقطعة من الكوارع. وعايزة اقول لكم ان الطاجن اللي كان بالشوربة ده عاملاه لينا لان عيالي ما بيحبوهاش بالصلصة. وبكده اكون خلصت معاكم الوصفة. اشوف وشكم على خير مرة تانية ووصفة تانية. اشوف وشكم على خير، مع السلامة.